الانتظار احبابنا يطلعوا معنا برك المباشر، يعطينا يعني نسبة الصوت. استغفرك يا ربي، توبوا ليك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبابنا عبد الجبار، ناس ولاد جلال، تحياتنا لكم يا الرجال. نسبة الصوت خويا عبد الجبار. عبد الجبار قال لي 10/10، بارك الله فيك. ويا آدم، هنا محمد، هنا اليمين، هنا أزمور، تحياتنا لكم. حميدة الحاشمي باركي. حبيبنا محمد محب الشيخ فركوس. نورمال كتاب محمد الشيخ فركوس، كون كتبت اسمك برك تجيب يا خير. تحياتنا لكم يا الرجال. 10/10. واه خويا كمال، نستي باسا. ربي يحفظك خويا كمال، ربي يشفيك الطفلة تاعك ان شاء الله. بلا ما نساو خويا الرايب، ونا اسد جبال، وناس باتنا، ونا ناصر بوقرن، وكل الرجال الشرفاء، وكل الرجال الشرفاء، ورجال الميدان، والرجال المخلصون، والرجال الثابتون على المواقف تاعهم. تحياتنا الناس ام البواقي، ربي يبارك خونا ام البواقي، خويا مسعود، خويا من عين البيضاء، خويا عبد الباقي، وكل يعني الرجال اللي راهم واقفين في عين البيضاء من البواقي، خنشله، قاع. هنا هو طالبي، عليكم السلام خويا حسين، وكل الرجال الشرفاء. تحية نضالية عبر كامل الطرب الوطني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللي عرفنا القضية عن طريق المنظمة الوطنية، ما عرفناهاش على أبواق أخرى، عرفناها عن طريق المنظمة الوطنية. أنا أول انتماء تاعي المنظمة الوطنية، كما عرفت القضية هذه باللي كاينة قضية استبقاء، هذه عرفت المنظمة الوطنية على رأس النطق الرسمي خونا كمال بوزيكسا. ني إكس ني إكراك، أنا نتكلم على نفسي، أعوذ بالله من كلمة أنا. ما عرفت القضية، عرفت طريق المنظمة الوطنية. هنا دحمان مقداد من البويرة، نورمالمون أونسيان معنا ويعرف في العقلية. نقطة ورجع للسطر. يعني نشكر خويا كمال، يعني موش من جديد على النطق الرسمي خونا كمال بوزيكزا على اللايف اللي داروا البارح، يعني معروف خونا كمال، يعني تدخله تاعو يعني يوم يكون مع الدولة الجزائرية يخرج يقولها على المباشر ديركت. حنا الدولة الجزائرية والرئيس عبد المجيد تبون حنا رانا في الخدمة، ويوم ما يكون هناك انسداد ولا يكون هناك طريق ملغم يخرج ويقول انا يمشي مع الدولة الجزائرية. نقطة ورجال السطر، هذو من الرجال عندهم موقف واحد ماشيين عليه. يوم ما نقولوا احسنت نقولوا احسنت، وللمسيء نقولوا له مسيء اسئت. حنا رانا المنظمة الوطنية راهي مشات مع الرئيس. الناس اللي قاعدة تشك في هذه المنظمة الوطنية وتشك في الرجال تاع المنظمة الوطنية، المنظمة الوطنية هذه راهي في 2019 يعني كانت اليد مع اليد مع الرئيس عبد المجيد تبون، وعدناه ومشينا وفينا بالوعد تاعنا، مشينا مع الرئيس عبد المجيد تبون وانتخبنا عليه وخرجناه بريزيدون تاع الريبوبليك الجيريان للجمهوريه الجزائريه. الحمد لله زدنا مشينا معاه في الانتخابات الجنب الى جنب، وخرجنا رجال وزدنا مشينا معاه في المسار الانتخابي تاعو، يعني من كل الجبهات. الحمد لله يعني المنظمه الوطنيه في هذه النقطه راهي معروفه للعام والخاص وللدوله وللامن وكل اي سلك. معروفه بلي المنظمه هذه راهي عندها اتجاه واحد، اتجاه راهي تجري على الحقوق تاع المستبقي، وعندها اتجاه راهي مع البرنامج رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون، وراهي مع الدوله الجزائريه. اما كي ما نلقاوش حقنا ونلقاو لحد الان مازالت حقنا مازال، نخرجوا نتكلموا ونقولوا بكل صراحه، ما نخبيوش ما نضربوش الشيطه من وراء الفضاء الازرق، ولا نقول ما على باليش اكس ولا يكرك.
خويا لاز البحور والناس قسنطينه. اما باه لي اليوم يعني ما كل يعني احنا ما زالت عندنا كل الثقه في رئيس الجمهوريه، يعني في الشورى اللي ما زالت هذه القليله، في الشورى القليله كي نقول الشهور القليله هذه ان شاء الله باش تبان الحقيقه، على الاقل ينصفوا هذه الفئه اللي يعني اللي شفنا التلاعبات يعني من كل الجبهات يتلاعبوا بهذه الفئه، يعني كانت من ابسط شيء، يعني الفئه هذه كانت يعني نورمالمون سواوها مع نهار سواو الموب، معليش حنا قلنا فاتت يسويونا هذه الفئه، ولكن ولات الناس كل تعيط والناس كل تقارع والناس كل تقول لك الجزائر كامله تقول لك عندك حقوق، شافوها غير لا وصلت عند المستبقين، شافوها عند المستبقين الناس كلها يعني تحوس على الحقوق. انا ابسط شيء اليوم والله العظيم الذي لا اله الا هو، وهذا انسان كبير 67 سنه ولا ونسيب 67 سنه، والله العظيم كي تكلمت مع ولده مشطوب، كي تكلمت مع ولده كلمه تجيب كلمه، قال لي بابا خرج الوثيقه هذه 67 سنه يا عجبت ربي وحط ربي، قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. 67 سنه راح خرج الوثيقه با يدفعها في لا روترات تاعو كاش ما يعطيوه، يعني نقطه رجع للسطر. ومام طون واحد دي معقب 18 راح في 99 عقب 18 شهر، راح البارح راح يدفع الوثيقه، قالوا له انت خدام، قال لهم لا ماشني خدام، قالوا له واش راح دير بها، واش راح دير بها، ما كان حتى مشكل، دوك نخرج وياك وراح بها في الدار، قالوا له هاي يعني لا اله محمد رسول الله. لذلك خوتي الاعزاز تاريخ المنظمه معروفه، بخلاف المنظمه الوطنيه ما كانش حتى سردوك من سرادك خرجوا علينا على وقفه، منين احنا يعني هذه المده كامله اللي تسكتت فيها المنظمه ولا اللي بقات تتفرج المنظمه الوطنيه جبدت روحها بقات تتفرج، وشفت المهزله اللي راح يصيرها، المهزله يعني بدات هذا من الناس اللي انشقوا وقال لك حنايا ما على باليش سماو روحه ملم الشمل، الحمد لله الحطب بدا ياكل في بعضها، الحطب بدا ياكل في بعضها باش ما تلم الشمل هذا، الحطب بدا ياكل بعضها وبدات تكشف الالاعيب وبانت اللعبه تاعهم، وبانت يعني الحكايه تاعهم، يعني واحد فيهم يعني حبيبنا من عنابه يعني كان خرج وتكلم عليهم، يعني كان مع المنظمه، بعد شاف المنظمه دي ما يصالحها من حقه وربي يسهل عليه، شاف عنده اتجاه شافها ما كان حتى مشكل، انضم ليهم زاد شاف اللعبه باللي لعبه كبيره، الناس راهي تجري على المصالح وتجري كذا من هنا، خرج وتكلم يعني كلام اللي كنا نقولوه حنايا، يعني وكنا من السباقين اللي تكلمناه وقلنا يعني حب يقول الناس هذوما راهم حكايه بين المستبقين وتكشفوا والحطب كلا بعضها كما يقول لك، النار شعلت فيهم، الحمد لله نقطه ورجع السطر ما ندخلوش فيه الحديث هذا، يعني باه يعني عرجت عليه برك ما يعرفوا المستبقين باللي احنا سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله، الا التوفيق الا من عند الله سبحانه وتعالى. اما اليوم رانا احنا ننتظروا في قرار رئيس عبد المجيد تبون يفتح لنا الخبره الطبيه يعني للناس هذم اللي ما زالوا ينتظروا في هذه التسويه تاعهم، ان شاء الله عندنا امل ان شاء الله الشهور القليله هذه اللي ما زالت كما ينوب علينا ربي نديو التسويه تاعنا اللي سفرينا عليها هذه وتعبنا عليها، والحمد لله يعني بزدا مكموش نهار تكلمني لايف من 2020 هو يدير في لي لايف، يعني بغض النظر على احبابنا في بجايه، تحياتنا ناس بجايه احنا عرفنا اخونا القايدي، عرفنا اخونا فاتح الباعلي، عرفنا اخونا كيكي، عرفنا اخونا حميد، عرفنا يعني الرجال، ما عرفناش يعني عرفنا الا الرجال الشرفاء والقبائل الحرار تاع بجايه، ما عرفناش شبه الرجال تاع بعد كاينه ناس خرج يعني في 2024 سنه 24 هذه في 2024 ولاو حبوا يديروا لي لايف وحبوا يديروا الباز ويتكلموا كذا من هنا، احنا ما نقدروش نردوا عليه باسكو راه نعطيهم قيمه اكثر من قيمتهم، احنا كي خدمنا القضيه ما خدمناش اشخاص، وحنا كي حطينا زدرنا وتكلمنا في الدوله حطينا في زدرنا وتكلمنا في الدوله، خاطر ماش رانا تكلمنا من كلام حق وكلام تاع رجال وتكلمنا كلام باللي رانا عندنا حقوق، حنا ما نقفوش في الناس ولا نهضروا في الناس ولا نطيحوا في الناس، حنا رانا كبار 50 سنه، بل واحد يقول راني 50 سنه ويخرج يعني يتكلم في لايف يعني كلام بديع ولا ما على باليش شكون، ما احنا ما نقدروش نهبطوا المستوى تاعنا، احنا ولاد اصل، احنا ناس رانا نقيموا الناس اللي راهم يشوفوا فينا في اللايف، كاين حرمات في اللايف، كاين انا ارامل امانه خلاوهن خاوتنا اللي ماتوا يستناو بفارغ الصبر في هذه التسويه، وحنا نزيدوا يعني نخرجوا نتكلموا يعني من هنا ومن هناك، يعني سامحوني الاعزاء خوتي الاعزاز، حنا ما تربيناش كيما نكدا، حنا شفنا بزاف وعفنا بزاف،
حنا لازم بقى تجي عند بزده مكموش ولا كيما تقولوا له انتم المصدة ولا ما على بالي الزبده ولا ما على باش تقولوا، لازم بقى تجي عندي انا، لازم تعاود تقرا من جديد، نعاود نقريك من دار وجديد، وانا ما عنديش وقت بقى نقريك، انا عندي ولادي درك راني نقري فيهم كما يقول لك ونحفظ فيهم كما يخرجوا في المستقبل ان شاء الله ينفعوا رواحهم وينفعوا المجتمع هذا. لذلك خوتي العزاز حنا كل الثقه في الرجال راه مازالت في المنظمه الوطنيه الحمد لله، يعني الرجال راهي بالمئات ترجع للمنظمه الوطنيه باسكو عرفت باللي رانا ابار المنظمه الوطنيه واحد ما يقدر يخرج ويعني على وقفه، ولا واحد ما يخرج يتكلم، ولا واحد ما يقدر يحضر في القضيه، ولا واحد ما يقدر يحضر مع الدوله الجزائريه ويقول لها اين حقي. نقطه ورجال السطر. حنا كي تكلمنا وقلنا على الناس هذم اللي راهم مازالوا وقاسوا هذه الفئه اللي راهم مخدومين وزرعوهم في طريق تاع المستبقي، يعني شفنا عمك لا جودان برك واش وين كيف كان الايام اللي فاتوا، كيف كانوا الشهور اللي فاتوا، كيف كانوا ينوموا في هذه الفئه ويحوسوا يفتوا هذا التنظيم تاع المنظمه الوطنيه. علاه حابين يفضلوا المنظمه الوطنيه؟ اي سؤال اليوم نسالوا للمستبقي اللي راه يشوف فيا، علاه عندهم ادف باش يفكوا المنظمه الوطنيه؟ هنا بتعرفوا القضيه خوتي وين، قضيه بتعرفوها وين. زادوا داروا لنا هذه الوثيقه، بغاو يفرزعوا هذه الفئه، زادوا داروا لنا هذه الوثيقه في طريق المستبقين، وشفناهم يعني في 58 ولايه بالالاف الناس تخرج في هذه الوثيقه. واليوم يتكلموا معنا يعني مستبقين هذو من جماعه الوثيقه، يقول لك خرجوا ديروا لنا وقفه. حب يوليو كي المنشار، ياكلوا كي المنشار طالع هابط، ياكل في اللالي وياكل في الروتور، يخرج الوثيقه ومن بعد يجي عند كمال بوزكزه ولا الرجال تاع المنظمه الوطنيه يقول لك ديروا لنا وقفه. هاي علامه استفهام. الدوله الجزائريه نقطه ورجال السطر البرانيه كل خرجت عليهم، خرجت على موريتانيا، خرجت على فلسطين، خرجت على الصحراء الغربيه، خرجت على تونس، خرجت على الناس كل، ما خرجتش غير على اولادها المستبقين اللي دفعوا ثمن غالي في التسعينات، نهار كانت الرصاص يضرب، كانوا اولاد العس، اولاد الزواليه هم اللي كانوا في الجيش، كانوا هم اللي حرروا البلاد وخلاو البلاد ماشيه. ما خرجتش عليهم، خرجت على البرانيه من كل الجزائر، ما خرجتش على المستبقين هذم وما عطاتهمش حقهم. مازال كاين ناس نشوفوها يجي يخرج واحد يقول لك راه يعطيوكم الشومه، راه يعطيهم 2 ملايين وكارت شفاء والاخرين ما يخلصوش، وواحد يزيد يخرج لك ما نعرف واش هو. يعني والله العظيم يعني عيب عيب عيب. كانوا يعني رجال، وشنو هو كما يقول لك العبره في الخواتيم. كانوا رجال معنا في المنظمه الوطنيه وكانوا مثال في القدوه وفي يعني في القضيه، ولكن دائما ان شاء الله الانسان يبتليه ربي سبحانه. هناك ابتلاءات في الدنيا هذه يبتليه باش يشوفوا صح اسكو يخدم في القضيه دي بالنيه ولا عنده مصالح شخصيه. وكما كان الحال تكشفوا هذوما الناس واحد بواحد وخرجوا ونشقوا على هذا التنظيم، وهمهم الوحيد تفكيك المنظمه الوطنيه. علاش؟ بايعاز ما يقولكش معليش انا نخرج نناضل على القضيه هذه بطريقتي الخاصه ونجيب الرجال ونقول لهم روحوا معايا ونناضلوا على القضيه هذه، وخلي المنظمه تناضل بطريقتها وذيك بطريقتها حتى نوصلوا للنهايه. لا، هما يقول لك انا نخرج انا ناضل انا خارج ولازم المنظمه الوطنيه تتفك باه نديو التسويه تاعنا. اي عقل يعني المستبقي، يعني الانسان 50 سنه مازال يرياجي كيما نقدر. هذا هو المستوى، هذا المستوى. ما كل احتراماتي يعني كل احتراماتي يعني وين وصلنا؟ التسويه من نفوسنا حنايا. حنا نورمالمون كانت الناس تندد بالميدان، كون الناس كون خرجت الوقفه كنا نادينا حقنا، ولكن احنا لا. منظمه تخرج على الوقفه راح يقول لك لا ما تروحوش، الاخر ما على باليش واش يقول لك، الاخر يقول لكم يخدموا في الاغراض الشخصيه، الاخر يقول لك اما يحوسوا يديو لاغريمون، الاخر يقول له لي كارت، هاو ليك قلتوا لي كارت فايته العام اللي حبسنا لي كارت، ما لقيتوش واش تحكيو دركا، تفضلوا لي كارت ما لقيتوش تحكيو. هاي المشكله رانا وين نتحدى فيهم. واحد يخرج يدير لايف كما داروا الناطق الرسمي كمال بوزكزه، ولا واحد كي يتكلم حق على الدوله هذه تقولوا له خاين، ولا تقولوا له او كما تقولوا انتم مع ماكرون، ولا تقولوا مع على باليش مع من، ولا مع على باليش.
حنا كي نتكلموا رانا نتكلموا من القلب، رانا نتكلموا من معاناة، ما نتكلموش بإيعاز تاع لا جودان، ولا نتكلم بالإيعاز تاع مسؤول تاع المنظمة تاع ما على باليش من متقاعدين الجيش، ولا ما على باليش من يتكلم، ولا هم من واحد يفكوا هذه المنظمة، باسكو بقات لكم المنظمة دي حجرة في الصباط، كل واحد يحب يلعب لعبه. الحمد لله كلش تكشف، كلش تكشف. قال له لم الشمل، او كيما قال لك حبيبنا من عندنا قال لك لم الزبل حاشاكم، موش لم الشمل، الزبل الكل تلم حاشا، يعني قطعه من الناس اللي راحت يعني راحت غلطه. حنا ما نزولوا ما نقولوا، حنا رانا عندنا طريق واحده، بس دمكموش راهو عنده طريق واحده، راهو عنده القضيه المنظمه الوطنيه نقطه ورجال السطر، ما عندناش طريق اخرى. حنا ربي عطينا نشمو كي القط، نشمو الرجال. بلادنا ونديروا راينا، كما قال خويا هشام رجواني، بلادنا ونديروا مواليها، والجزائر هذه ضحاو عليها جدودنا وضحاو عليها موالينا، وما يخلعني حتى واحد، لا يخلعني لا شنقريحه، لا يخلعني لا تبون، لا يخلعني جينيرال، ما يخلعني حتى واحد، لا يخلعني ديارس، ما يخلعني حتى واحد، باسكو علاه انا كي نتكلم على حقي، نتكلم على حقي، باسكو البلاد هذه ضحاو عليها كما قلت جدودنا وموالينا، وما زلنا وضحينا عليها احنا، وما زلنا حنايا، ما زلنا حنا نضحيو عليها. سامحوني دقيقة برك، واحد المرخص نسيبريميه برك، واحد المرخص برك حاشاكم ضريتو سيبريميتو، لا تصويره لا اسم لا من شبه الرجال، شبه الرجال هذا. راني صايغ خويا محمد ولاد شبل، راني سيبريميتو، هذوما سي عباد، هذوما اللي كيما نقول لك مندسين، راني نسيت بقى نتحي الذباب الالكتروني، ونتحي صفوف الامن وصفوف، يعني الحمد لله يعني الناس في الامن معنا راهم بالالاف في المنظمه الوطنيه، وراهم يتصلوا بها يعني، ويتصلوا بيا ويسقسيو على القضيه، ويسقسيو يعني على وين رانا واصلين. حنا ان شاء الله رانا في النهايه، كما قال انا خويا كمال بوزيكزا، رانا في النهايه. انا على بقيت مع المنظمه بقيت لقيت فيها رجال، ولقيت كمال بوزيكزا عنده طريق واحده، ني غوش ني دروات، ماشي تو دروا، كون شمينا فيه حنا الريحه رانا حنا الاولين خرجنا كونترو، والحمد لله ما رانا خالصين عليها، ما راني ما عندنا ما نصب عليها ما والو، مي كلمه حق نقولوها في الرجال، كلمه حق نقولوها في الرجال. قبايلي حر، ما يتباع ما يتشرى، قال لهم اعطيوني حقي، يعطيو الفئه هذه يعطيوها حقها ونقطه ورجال سطر والسلام عليكم، ما قال والو، قال لكم حلوا لنا الخبره الطبيه للمستبقين هذوما الناس اللي ما زالت هذيا، السلام عليكم. حلوا للناس هذو اللي ما عندهمش الوثيقه، اللي ما دفعوش الوثيقه، حلوا لهم اخويا حلوا لهم التسويه تاعهم، ربي يسهل عليكم. قلت انت يا درد حليت الوثيقه للناس هذوما، انت سوي الوثيقه للناس اللي خرجوا الوثيقه، الناس اللي ما خرجوا لهمش الوثيقه حلوا لهم الخبره الطبيه، خلي يا خويا يروحوا الخبره الطبيه، نقطه ورجال السطر. قلتوا 50 تحت 50% ما كانش، 100% ما كانش، هاك ديتوا انتم الفئه ال 50% الكبيره ديتوا انتم، خرجتوا لهم الوثيقه، تهلاو فيهم ربي يسهل عليكم. بقات ال 40 ولا 30% اللي بقات هذه حلوا لها الخبره الطبيه، عطيوها التسويه تاعهم ونقطه ورجال السطر. برسلو الرجال اللي مأمنه بالقضيه تاعها، وما يخلعوش في الدوله هذه، وما يخلعوناش بشاك باري، حنا مشنا من الناس اللي يخلعوا بالشاك باري، حنا ونقطه ورجال السطر، حنا مشارير مكسر. انا ما بقيتش تحشيها لي افي، ما تحشيناش افي، حنا رجال تاع المنظمه. ما فيهاش لعب، باسكو كيما قال خويا هشام حنا رانا ماشيين بنيتنا، حنا ما عندناش كلشي دروات، حنا خدمنا البلاد هذه اليوم نستناو في المقابل تاعنا،
باسكو الناس كل دات. اليوم يعني كي نشوف انا واحد قريب 70 سنه خارج روتات راح خرج الوثيقه هذه باي يدفعها باي يزيدوا له في اللابي ولا ما على باليش واش راح يمدوا له. نقول له لا محمد رسول الله، وحنا وين احنا واش من ميزان راكم حاطيننا فيه؟ احنا واش من ميزان للدوله هذه؟ خير اللي يجيني يرو كل واحد حكم، واحد حكم السيكتور تاع القهوه، واحد حكم السيكتور تاع الحديد، واحد حكم السيكتور في الصحراء العسل تاع الصحراء خارجين روترات يديو في الملايين، وزيد حاكمين السيكتور بارتو. والمستبقين واش راح يدي؟ كي خدمتوا بينا في التسعينات لحتونا في الصفوف الاولى، لحتونا في الصفوف الاولى في الجبال. ارهابي عطيتيه حقه بلا خبره طبيه، عقبتيه ديريكت واحد ما سمع به. مخي جماعيات في الرئاسه تم ياكلوا في البيستاش وياكلوا في الكاوكاو ويشربوا في التاي ويتحاوروا معاه يحيى اللي قال له جوع كلبك يتبعك وجوله لازم ياكلوا الياورت. سويتوهم والسلام عليكم. بقات هذه الفئه تتلعبوا بها، دخلتوهم من بارتو. الفئه هذه دخلتوا لها الناس كل، كملتوها بالوثيقه هذه. واحد في 70 عنده 70 سنه يخرج في الوثيقه. وخرجتوا لنا في الميسنجر ويبعثوا لنا في اللي لايف تاع نعطونا في الصوره كما قال كمال تاع الرئيس عبد المجيد تبون ومراه ولا راجل كل ساعه يخرج لنا واحد يهضر وصاي لا قد تم تسويه ملف العشريه السوداء 92 2011 وفيها رابيل والطايح اكثر من نايض والجزائر تبارك والناس كل تبعت لي في الميسنجر مبروك عليك بس داك ما خلصتوا. واحد يقول لي روح خلص لي الباروك، واحد يقول لي خلص لي ما نعرف شيء. تلعبتوا بهذه الفئه كما حبيتوا، كيما بغيتوا تلعبتوا بها الفئه هذه تلعبتوا بها. باسكو حنا نقطه ورجع السطر، حنا اللي ما نصلحوش، حنا اللي داروا لنا شاك باري جبتوها كل على ريسانها 60 ولا 70% كامله هبطوها على ريسانها. كي اللي بومزان يعود كنا نصيدوا بكري اللي بومزان حطوا الباطون ولا لاكلي بومزان هبطها كل طادوتات. انتم هبطوهم كل بالشاك باري هذه الناس كل سمعت. وحنا كنا مرارا وتكرارا كنا نقولوا عندكم اخوتي تخرجوا البطاقه هذه وعندكم تخرجوا البطاقه هذه وعندكم تخرجوا البطاقه هذه. باسكو البطاقه هذه راهي ماهيش تاع التسويه هذه. الوثيقه هذه راهي ماهيش تاع التسويه كيعود عندي حقي. الوثيقه هذه كون ما جاتش فيها تاع بطالب من المعني بالامر نامنها نقول بالك صح انا كاتب لي فيها بطالب من المعني بالامر. باسكو عشيتي لي في الرادياسيون الاولى كنت زايد 6 شهور كتبتي لي ادى واجبه تجاه الخدمه الوطنيه وزدتوا عاودتوها لنا في الوثيقه هذه بطالب من المعني بالامر. يا ودي تحشالو خطره ما تحشالوش زوز، ما تحشالوش خطرات الديب، تحشالو خطره واحده لا تحشات له دوزيام فوا زاد تحشاوها له حب يقول يروح يرعى ياكل القرط في الزريبه. خرجتوا لنا اليوم الاول الرادياسيون كتبتوها لنا بالعربيه وكتبتوا لنا اداء واجبه تجاه الخدمه الوطنيه. احنا ما كناش نعرفوا ما على بالناش النيه تاعكم صح، قلنا بالك راح يسويونا في 2017. زدتوا خرجتوا لنا هذه الوثيقه كتبتوا بطالب من المعني من الامر. حب يقول نهار اخر كي تجي ريكلامي المستبقي يقولوا لك تاني دوموندي تاعك تاني كتبتي بطالب من المعني بالامر سنيتي وبصمتي. يا ونقطه ورجال السطر بس دمكموش والرجال اللي معاه ما تحشيوهالمش باللقطه هذه. احنا كنا من السباقين كما قال خويا ازمور. العصابه راهي ما زالت، العصابه راهي ما زالت تتلاعب بهذه الفئه. وحنا هما العصابه الكبيره المستبقين ماهيش دوله درك نقول ناظر الحقيقه. المستبقين هم العصابه الكبيره. قال له لم الشمل لم حاشاك الخماش مش لم الشمل. حنا نعرفوكم كيما نعرفوا يدينا هذه. كنتوا معنا وخدمتوا معنا ونعرفوكم كي دايرين، فهمت؟ كون جات نيتكم سليمه راكم خرجتوا. الحمد لله خرج واحد منكم ونطق وقال لكم لما الشمل وما نعرفوا شي تديو في الدواسه للناس وبتدفعوا بديروا جمعيه خيريه وتنشطوا وكذا. كون جات نيتكم سليمه راكم خرجتوا نضلتوا على القضيه وزايدين خارجين تقولوا عندكم من الشومره عند بزوز ملاين من مصدر موثوق. درك انت تبعتنا خرجتي مصدر موثوق وليت انت عندك مصدر موثوق وتدي المستبقي تقول له الشومر يدي الزملاين والاخرين ما يديوش. درك ولا عندك مصدر موثوق. حنا ما عندناش مصدر موثوق. حنا عندك عمك لا جودان ولا عندك عمك تاع المتقاعدين الجيش.
يسربي لك وانت تحب تنوم الفئه هذه وتقول لي نفتحوا المنظمه، باسكو المنظمه مازالت حجره في الصباط، تقدروش تحركوا. يا نقطه رجال السطر، حنا والرجال ولاد الرجاله. اما حبيبنا لي واحد من بجايه قال لي من المازدا وكذا وخلصنا له شوا، ولا خلصوا له شوا. سامحوني على الكلمه هذه، ما كل احتراماتي الكلمه اول مره تسمعوها من عبز دمكموش، يعني سامحوه اعذروه خطره خرجت من هذوك الشوا شكون يخلصهم لي؟ خلصتهم لي اختك طاسير هي اللي خلصت لي الشوا في بجايه ولا في علجي كي طلعت العلجي، فهمت؟ طاسير هي اللي خلصت لي الشوا. ولا باغي نعطيك الشتله كاينه، نعطيوك الشتله نبعثوها لك للجزائر ولا نبعثوها لك لبجايه، باسكو انت ماكش قبيلي حر. اي نقطه ورجع للسطر. انا نعرفوا الرجال تاع بجايه، ما نعرفوش الواحد. سقسي طاسير تقول لك شكون هو بزدا مكموش. نقطه ورجع للسطر. لذلك خوتي الاساس، احنا رانا في الانتظار كما قال خويا كمال، احنا في الانتظار ان شاء الله. واش راح تقول عليه الايام الجايه ولا الشهور هذه اللي مازالوا قبل الحمله؟ حنا نقولوا قبل الحمله الانتخابيه تاع رئيس الجمهوريه، قبل ما تبدا الحمله الانتخابيه نتمناو ان شاء الله يفتحوا الخبره الطبيه للمستبقين، باسكو حنا والله ما رانا حابسين. حنا قبل ما تلحق الحمله الانتخابيه تاع الرئيس وتقعد حتى 24 ساعه وتبدا الحمله الانتخابيه، رانا نكونوا في الصفوف، رانا نكونوا في الصفوف الاولى. تحقي وين هو عبد المجيد تبون نهار عدينا به، قلت لي 50%، حنا بقينا 30% درك، حنا بقينا 30%. حل الخبره الطبيه للناس هذوما، اللي يدير التسويه تاعهم يروحوا يقعدوا مع اولادهم، واللي يحب يروح العمره يروح العمره، واللي يروح يحج يروح يحج، وكل واحد يحكم سبعه. ماناش حابين نعيشوا في الفضاء الازرق هذا والفيسبوك اللي طلع استراو الناس برشا ناس. حنا وعمنا وشفنا، حنا وشنا قاعدين. حنا لحد الان كان مازلنا لحد الان واقفين على جال القضيه دي، رانا وزلنا واقفين على جال الرجال اللي امنت فينا والرجال اللي راهي مازالت معنا. حنا ما خرجناش في 2024 ونديروا في لي لايف، ولا كي خرجنا ولينا نطيحوا في الرجال. الحمد لله احنا كي خرجنا درنا لي لايف الدوله تعرفنا، الدوله تعرفنا وعلى بالها شكون احنا. واللي دار حاجه اللي دار شي اللي يحفر حفره الخو يطيح فيها. احنا الحمد لله احنا لحد الان رانا ماشيين تضروا وما قاسنا والو ونتكلموا ومنا خايفين من والو، باسكو درناها بيضه في وجوهنا، وعندنا دعاوي تاع الارام اللي يدعيو فينا ويدعيو لنا ويقولوا لنا بارك الله فيكم. هذيك واش حافظتنا حنايا. حنا كي نتكلموا اليوم وين هما شبه التنظيمات اللي كانوا، وين هما الناس اللي خرجوا قالوا لكم ما عندكمش، قالوا لكم عيب عليكم خدمتوا 6 شهور حابين تخلصوا. ما كانش كاينه غير المنظمه الوطنيه. لما خرجتش المنظمه الوطنيه انت على تاريخ تاع الوقفه عن طريق الناطق الرسمي خويا كمال، ما كانش اللي يخرجوا يعني على وقفه. حنا رانا نقارعوا لحد الان ما كان حتى تخرج علينا على وقفه. الناس هذه اللي تخرج في لي لايف تخرج غير تطيح وتشتم والسلام عليكم، ما عنده حتى حكايه يحكيها بار يحكيو غير على كمال ويحكيو على المنظمه ولا بزده ولا على مسعود كمال مسعود ولا محمد ولاد جبل ولا على الرجال اللي راهم واقفين على الصوره ولا زهير ولا جماعه اللي راهي واقفه. هذه حكايتهم، ما عندهم حتى حكايه تخرجهم على السي جي هذا تاع المنظمه، ما عندوش يحكي، ما عندوش يحكي. هاي الطامه الكبرى. حنا اليوم هذه اللي فاتوا ما حبيناش نتكلموا، ما حبيناش نهضروا، باسكو ريكي دي لو راه تفرج. اليوم راني نتفرج ماتش ونتفرج عليه ونشوف واش كاين. ما كان حتى شي، ليماج فلو اولا زاد يدن العيشه.
لذلك حنا عيب خوتي العزاز، حنا 50 سنه و52 سنه و53 و54 سنه وناس كبار، الاخر فينا راهو 47 سنه ولا ما على باليش. عيب عيب عيب. لذلك تحياتنا ليك خويا قادر الروبله، ويا ادم انوار حبابنا من بسكره، ويا سالم خويا محمد، ونطايق حبيبنا من جيجل، ويا طاهر زيغه حبابنا من تبسه، ويا ماشر من قسنطينه حبابنا من بومرداس، تحياتنا ليكم. يعني بلا ما نساو خويا حمويا الحاج من بشار، رجل شريف ورجل مناضل. يعني كل الولايات بلا ما ذكرتهم سامحوني، يعني ما ذكرتكمش، ولكن كل الرجال في ألف في أقصى الصحراء، في الصحراء، ناس غرداية، ناس تندوف، ناس ميمون، رجال اللي راهي واقفة وما زالت مأمنة بالحقوق تاعها، وما زالت مأمنة مع المنظمة الوطنية. ولا بغيتوا تهبطوا راية الإعلام تاع المنظمة ما تقدروش تهبطوه. الإعلام تاع المنظمة، الإعلام تاع المنظمة نهار يجيب الحقوق تاع المستبقين هبطوه وحدنا الإعلام، مش هبطوه لنا انتوما. نجيبوا الحقوق ونديو حقوقنا نهبطوا الريدو. ويليكم، باسكو انا عندنا همنا نديو التسويه تاعنا والسلام عليكم. مانيش قاعد انا للسياسه، ولا مش قاعد لك انت، ولا قاعد لغيرك. انا عندي حوايج بزاف في مخي نروح نديرهم. ونقطه ورجع للسطر حبابنا. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه. تحياتنا كل الرجال الشرفاء، تحياتنا كل الرجال المناضلين اوفياء اللي واقفين على القضيه تاعهم. وهنا معليش ما كانش اللي ما يغلطش، غير ربي سبحانه. ولكن كاين غلطه من غلط، وحتى الانسان لا غلط باب التوبه مفتوح. وشنو ما تكفيش وحده تعني اني تبت وصاي، كانش هديه. لازم يرجع للطريق ويبين التوبه تاعو الصحيحه. نقطه ورجع للسطر. يعطيكم الصحه احبابي، بارك الله فيكم. سامحونا يعني بالك طقت كلمه ولا زوز، يعني ما يش من طبيعتي نهضرهم، مي الا غالب القلب لحمه والقلب معمر. نقطه ورجع للسطر. خويا ابراهيم تحياتنا ليك، خويا ابراهيم الرايب، يعطيك الصحه خويا العزيز. خويا ابراهيم يعني كان يجتهد على جال القضيه هذه، واللي يجتهد ما كانش اللي ما يغلطش. ان اصاب فمن الله، ومن اخطا من الشيطان. اللي ما يغلطش اللي قاعد في الدار مطبق يديه وقاعد يتفرج في فيسبوك ويتفرج على الرجاله كي قاعدين يتعبوا، قاعدين يهضروا، قاعدين يجريوا، هذاك ما يغلط صح، ما يغلطش. خويا داود مويسي، خويا داود عاود هذا وين شفت لانفيتاسيون تاعك جو بونس. خويا داود نتمناو تكون كونيكسيون تكون مليحه، يطلع معنا خويا داود. داود عليكم. سلام خويا داود، مرحبا بك حبيبنا. عليكم. راني ديما نشوف روطار لانفيتاسيون. لاباس 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 خويا؟ بخير. والله الحمد لله، الحمد لله خويا داود، ربي يبارك فيك. بارك الله فيك. نظن ان دائما كل خطره يخرجون بمناشير ويخرجون بابواق تاعهم. نظن ان اللايف تاع الاخير تاع كمال بوزكزا والحمله الشرسه على الشرفاء كما قلت البارح في المنشور باعاز من الابواق الفئه اللي هم عملاء القضيه
وكثيرا ما قلنا المستبقي هذا لازم يوعي روحه، يعرف انه الناس هذو اللي كانت خلقهم اطراف اللي كلاو حقوق المستبقي، خاصه بعد المحسوبين على بعض التنظيمات، اقول التنظيمات الرسميه. وفي هذا التنظيم هذا الشخص، لان المنظمه الوطنيه هذه والناطق الرسمي كامل بوزكزا دائما وابدا قال القضيه ليس للبيع. ورفضنا كمنظمه وطنيه ان نكون مطرقه وألعوبة وأضحوكة للسياسيين المتعجرفين، لكثير ما قلنا أن وراء كل شيطان رجل سياسي. في السياسة كاين مصالح، كاين كحسابات، كاين أمور اللي تخص الجيب. المنظمة الوطنية وحقوق المستبقي اليوم في كثير ما كان السيد الناطق الرسمي وخلية الإعلام، وقلنا يا ريت ما نعطيوش الحيز الكبير لهذا الوثيقه المفخخه اللي هضرنا عليها من نهار اللي خرجت. كان من المفروض المستبقي والناس اللي جراوا وراء هذه الوثيقه ان القانون الماده 126 كان من الفروض على السلطه انها تفعل هذه الماده قبل ما تفعل القرار الرئاسي 1709 اللي يخص تثمين فترات الخدمه الوطنيه والخبره المهنيه. انا نسال اليوم المستبقي، وكثيرا ما قلنا يا مستبقي انت اللي قاعد تجرى وراء الطوابير، وراء الاوهام، وراء الوثيقه. احنا قلنا ان الوزاره جرت وراء هذه الوثيقه اللي خرجتها او هذا المرسوم الرئاسي المنشور، يعني القرار الوزاري المشترك. في وقت اللي جاء فيه كان عندهم نوايا حقيقه نعرفوا مستوى الفئه، خاصه العملاء تاعهم اللي وظفوهم، اللي حطوهم في الصفوف الاماميه، عباره كالسد المنيع السلطه. اليوم حبيت نسقسي المستبقي، وقلنا مرارا وتكرارا أن السلطة الفعلية للدولة، السلطة الفعلية للدولة هي وزارة الدفاع الوطني أو الحكومة أو ما على باليش ورئاسة الجمهورية. لحد التوقيت هذا الساعة ما أعطت حتى يعني بيان يؤكد أو ينفي حق المستبقي، لأن الدولة الرسمية تدري وتعرف جيدا معنى حقوق المستبقي، ولا يمكن أن تنكر ما شرع من طرف المشرع الجزائري، ولكن تدرك وكان عندها حقيقة في 2017 اليوم قلنا أن الفئة جاوزت 100,000 أو أكثر من عدد المستفيدين، ولكن تاريخ النضال تاع الفئة دائما في وقفات تقريبا نفس الأشخاص ونفس يعني الفئة، ربما محدودة، نقدر نقول 10% على الأقل أو أكثر، حوالي 10,000 في بداية النضال اليوم اللي قاعدة واقفة على الحقوق. أما 90% دائما كانت وراء الستار، وراء الستار. وش زاد يعني أكثر هما المستبقي اللي كانوا في التنظيمات تاعنا أو خارج التنظيمات اللي خدمتهم الدولة، خصيصا كعملاء وكمرتزقة. وإحنا في الزيارة الأخيرة اللي كانت مع البرلمان طرحنا ما يسمى توظيف البلطجة. البلطجة هذو من الناس اللي راهم يخرجونا، هذو الناس اللي خرجونا اليوم، سواء كانوا في التنظيم أو بعض الناس نعرفوهم خارجين من بعض المنسقين الولايات اللي كانت حقيقة النوايا تاعهم السياسية. في وقت ما كان الناطق الرسمي نهار اللي كرموا المجاهدين، أنا نقول هذا المستبقي وهذا المنسق